السلام عليكم خياتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وش راكم خياتي؟ يا درا مع العيال اليوم جبت لكم واحد الطريقه تاع المسمن. انا دايما نخدم، هذه هي طريقتي، راهي اكثر من 10 سنين. شوفوا نعطي لكم واحد الاسرار يا خياتي، شوفوا كامل ما تعيشوا روحتيكم. تبعوا الفيديو الى الاخر. نقول لكم لاول مره تزور قناتي، نقول لك ديري ابوني وفعلي الجرس اختي باش يلحقك كامل الجديد. واللي راكم معايا خياتي نقول لكم شويه لي جام باش يطلع شويه لي فيديو، بارطاجيوه مع صحاباتكم، ما تبخلوش خياتكم. ديما نقول لكم يلا نبداو بسم الله على بركه الله. شوفوا اليوم عندنا هذا السميد، لازم المسمن يحب سميد الرقيق كامل يكون رطب. هذاك اللي فيه ليطاج الكحوله وكامل ما يجيش شباب. شوفوا النوعيه كيما هنا بالعباس عندهم سميد تاع الاميراتي، يسموه الاميراتي، انا نستعملو يجي ما شاء الله يجي شباب. وفي الجزائر تقدروا تستعملوا البركة، ماما، سوسيمي، هذاك هادو ما كامل شابين. انا شريت سميد تاع الميزان تاع اميراتي، ما من الفرينة استعملت اميراتي. عندي 3 كيلات 3 كيلات تاع سميد مع 2 كيلات تاع فرينة. نديرو مغرف كبيرة تاع ملح مع مغرف صغيرة تاع خميرة تاع الحلوى، هذا ما كان ما نديرولو ني سكر ني والو، حاجة سهلة. نخلطو هكايا السميد مع الفرينة. هنا انا نعطيكم المقدار تاع الماء وانتوما ديروا غير بشوية. انا درت نص ريتلة تاع ماء، ماء بارد نورمال من الحنفية، ماشي يكون دافي ولا. شوفوا انايا للامانة هدايا انا عجنته في الليل، رونته بهذه الطريقة. رونته خليته في الفريجيدار، حطيته في الباب تاع الفريجيدار مع السخانة. هاد اليامات كي يكون الشتا ولا البرد حطوه غير فوق البوطاجي. خليته بات ليلة كامل، مع الصباح كي نط جبته ديريكت، ما دلكتو ما والو خياتي، ديتو وجبته دقيقة. تعرفوا شنو دقيقة؟ دقيقة ما ستلوش. شوفوا هنا بالعاني جريته معاكم خياتي باش نعطيكم الاسرار. نتوما العجينه تاعكم ما ديروهاش هكذا، ما تجيش هذه، ماشي هذه العجينه تاع المسمن. سينو هنايا كي ديروا هكذا يقعد يتقطع لكم، يكون شارب بزاف الماء. دوكا شوفوا ما ديروش كيما هكا. انا دوكا نزيد له 3 مغارف تاع سميد. لازم يجيكم العجينه ماشي يابسه باش ما تعييكمش وماشي جاريه. دوك تشوفوا كيفاش تجيكم. قلت لكم اذا كنتم مزروبين تانيك تقدروا غير ساعه نص ساعه وتخدموه. وشنو عجنوه بهذه الطريقه. كي تكونوا مزروبين نعطيكم واحد الطريقه واحده اخرى ديروها. اذا كنتم مزروبين حابين طيبوها على ساعه ولا زوج، كيما هكذايا عجنوه بهذه الطريقه اللي عجنتها انايا. وشنو الساشي تاعكم ديروها في الماء سخون. كي ديروها في الماء سخون ديروا العجينه وسكروا عليها، هذا ما كان نحطوها في فوق البوطاجي، من بعد عاودوا دلكوها كيما قلت لكم دقيقه برك. شوفوا العجينه كيفاش تكون ما يابسه ما تلصق في اليد باش ما تعيناش. هنا قلت لكم انا نديرها في ساشي نورمال لخاطر راني حنبيتها. قلت لكم نديرها في الباب تاع الفريجيدار. غد من داك الصباح كي نوض نجبدها نخدم بها مباشره نلقاها واجده. واللي تكون مزروبة ديري ساشي فيها الماء سخون، هذا ما كان. هذه الطريقة سهلة جدا. أنا هاد الكمية دارت لي 12 حبة، دوكا نتوما على حساب الكبر. أنا كيما ديما ندير المسمن تاعي كبير، نحبو كبير يعمر العين. شوفوا هنا المقطع راح لي خياتي، سمحوا لي. قلت لكم غير ديتو جبتو دقيقة، والله العظيم لا دقيقة ما دلكتو يا خياتي. وقرصته بهذه الطريقة، قرصته حطيته في سنيوية. هنا تاني كسرت تاني خليته 3 سوايع ويريح. لو كان يكون عندكم الوقت خلوه يريح، خلوه من ساعة وطلع. خلوه اقردوه ديروه في السنيوية وخلوه ساعة زوج 3. كي تجو تخدموا به يا خياتي ما يعيكمش كامل، تلقاوه زبدة. العجينة تاعكم تلقاوها طرية طرية طرية، ما تأمنوش راسكم وتتنفخ لكم تجي ما شاء الله يا خياتي. شوفوا نفتحوه بهذه الطريقة غير بالزيت كيما راكم تشوفوا معايا. هاد المسمن تاع العصيمة. شوفوا هنا كي يدير لكم هاد البنابل تعرفوا بني العجينة تاعكم راهي شابة، ما راهيش رايحة تقطع لكم ولا تعييكم ولا تجيكم يابسة كي تكونوا تاكلوا فيها، تجيكم طرية ما شاء الله خياتي. شوفوا جربوا هاد الوصفة وردوا لي بالخبر، ولا غير عطيتها لكم من قلبي يا خياتي كيما نخدم بها للناس عطيتها لكم. شوفوا خدموا كيما هكا تجبدوها، لازم يكون ما عندكمش تفارتين. الحاجه الاولى باش ما تقطعوش العجينه تاعكم، دخلوا يدكم هكا من الداخل وتجبدوا. ما تخدموش بصبعتيكم،
خدموا بيديكم، دخلوها هكذا كيما راكم تشوفوا فيا أنايا. سمحوا لي الكاميرا ديرونجاتني وكامل كشغل ما قدرتش نوصل لكم سييت كيفاش نوصل لكم كيفاش تحلوها. ديروا لها هكا شوية زيت هكا من الداخل. هنا شوفوا كي تكونوا ترفدوا فيها رفدوها نورمال عادي. ومن بعديكا تكسلوها ما تغلقوهاش بزاف ما ديروهاش كاشكور. شوفوا الطريقة كيفاش باش ما تجيكمش خشينة. هذا ما كان على جال باش ما تجيناش خشينة. شوفوا ما نلصقوهاش من بعد كي نحطوها نقعدوا نجبدوا فيها باش هذوك الأطراف ما يجوناش خشين. كي نقطعوا الحبة تاعنا ما تجيناش هكذا خشينة الأطراف يجونا هذوك يجونا خشن يجونا رقاق ما كانش ما يبانوش كامل. شوفوا كيفاش تكسلوهم لازم نكسلوهم مليح هذوك الأطراف تاوعنا وتجي الحبة ما شاء الله وتعمر العين. وش نحكي لكم يا خياتي على البنة. هنا كي ترفدوها تانيك نورمال تدخلوا صبعتيكم هكا ورفدوها. ديروا المدلة تاعكم تكون سخنتوها مليح. رفدوا الحبة تاعكم ورموها فوق المدلة. هنايا على حساب النار ما تنقصولهاش بزاف. ديروها نار متوسطة شعلوا كامل الطابونة تاعكم وديروا المسمنة تاعكم الطيب. هنا شوفوا السر التاني باش المسمنة تاعكم تتنفخ لكم خياتي. نقول لكم ونأكد لكم غير ترموا الحبة تاع المسمن وديروا لها شوية زيت من الفوقة. قلبوها تكون هكذاك بيضة قلبوها. لا خاطر شوفوا لو كانت حمار لكم ما راهيش رايحة تتنفخ. دوك نوري لكم حبة بالعاني خليتها حمارت والله ما تنفخت يا خياتي. لازم وهي طرية تقلبوها تولي لكم كي البالونة ما شاء الله. طريقة تاع طياب سهلة كل وحدة كيفاش تحب خياتي. كاين اللي تحب تحمرها كاين اللي تحبها صفرا كل وحدة واش تحبها مام الزيت. كاين اللي تحبها ناشفة كاين اللي تحبها مزيتة. دوك نتوما على حسب الطلبية اللي تكون هنا تخدم اللي تكون تخدم وتبيع. الحبة كيما هكا حسبيها من 3000 4000 على حسب المنطقة اللي تكوني فيها. شوفوا هنايا كيفاش راني نحل فيها تبداو من الوسط وتروحوا باش ما يجيكمش خشين. فهمتوني خياتي. تبداو من الوسط وتجبدوا. شوفوا بهذه الطريقة دخلوا صبعتيكم من تحت وتجبدوا تجيكم ما شاء الله. تبعوا هذه الوصفة بإذن الله إن شاء الله تنجحوا فيها سورتو اللي تخدم ولا غير تدخلي فيها مصروفك ما شاء الله. قلت لكم ما ديروش كاشكور ما تغلقوش العجينة وحدة فوق وحدة باش تجيكم الحبة كبيرة وتربحوا العجين. ترفدوها بهذه الطريقة وترموها فوق الطاجين. شوفوا هذه كيفاش جات ما شاء الله. قلت لكم ما تخلوهاش طيب بزاف. شوفوا كي تخلوها طيب لكم تحمر لكم من الجهة ما راهيش راح تتنفخ معانا. شتو كيفاش هاد الحبة ما تنفخت ليش. تنفخت لي غير شوية ماشي بزاف هذيك اللي تجي ما شابة بزاف. فهمتوني. نتوما غير ترموا الحبة فوق الطاجين. شعلوا عليها. شوفوا كيفاش ما تنفختش كامل لخاطرش خليتها حمارت كانت شدت روحها. قلت لكم غير ترموها تشوفوها غير شدت العجينة روحها قلبوها. دوك تجيكم ما شاء الله. دوك نعاود واحدة أخرى مع خياتي باش طولت لكم الفيديو بالعاني خياتي باش تستفادوا كامل. تشوفوا مليح اللي ما تعرفش تكون مبتدئة ولا تشوف الفيديو مليح وتتبعي عليه اختي وان شاء الله تنجحي فيها. شوفوا كسلوها غير بالعقل كيما هكذايا. شوفوا كيفاش هي تتبنبل ما شاء الله. قلت لكم كي تقلبوها ما ديروش وحده قدام وحده. باش ما تجيكمش خشينه وما يجيكمش هذوك الطرف يجيكم خشان. شوفوا كيفاش نرفدوها نقلبوها تمتم. شوفوا كي نقلبوها بيضة كيفاش تجي ما شاء الله. تتنفخ معاكم وتجيكم الله يبارك يا خياتي. والبنة ما نحكي لكمش قلت لكم نديروا 3 كيلات تاع السميد مع 2 كيلات تاع فرينة. انا استعملت سميد تاع الاميرة تاع الميزان اميرتي هذاك. اللي في الجزائر تقدروا ديروا مولا ولا ديروا ماما ولا البركة تاني كيجي ما شاء الله. شوفوا والله ما دلكتو يا خياتي مخلاف دقيقة ديتو جبتو هذا ما كان. شوفوا تنفخوا كامل ما شاء الله قاع جاو شابين الله يبارك. نتمنى تسيوهم خياتي وتقولوا لي في لي كومونتير يا درا كيفاش جاوكم. والله العجينه شوفوا يا خياتي تتكسل وحدها قلت لكم تقول زبده. نورمالمون تكونوا فهمتوا من
من الصورة اللي حطيتها لكم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. شوفوا يجيكم على حبة سورتو اللي تبيع هكذا ديرهم في ساشي، تحسب كل وحدة كيفاش تحسبهم. قلت لكم كاين اللي يحسبوهم باكي فيه 5، كاين اللي يحسبوا بالحبة، كل وحدة كيفاش تخدم. ولا غير مشروع مربح بإذن الله، خير من تكوني قاعدة في الدار اختي تكسلي يديك هكا تخدمي على روحك. شوفوا كيفاش يجي من الداخل ما شاء الله، يجي طري تقولي شحة ما يا خياتي. صدقوني يجي واحد البنة ما نحكي لكمش يا خياتي. يجي بزاف شباب. سورتو حنا كيما حنا في الأفراح تاعنا في دزاير المسمن لازم يكون في العرس تاعنا لازم يكون حاضر معاه هو مع المبرجة مع القاطو. ماشي كيما صحاب الغرب هنا ما يديروش، يديروا غير لاتاي ولا هكذا قاطو حاجة خفيفة. ماشي كيما حنايا في دزاير ما شاء الله العرس تاوعنا الله يبارك يكلفوا لازم تحطي 100 نوع ويا ربي. واش معليا نقول لكم غير تهلاو في روحكم. شهيدكم في الجنة خياتي. ان شاء الله تسيوه وتقولوا لي. الى اللقاء، مع السلامة.